يوم خميس العهد. اليوم ده فيه لحن كده بيميزه، الابراكسيس الحزيني اللي اوله ابراكسيونتون اجيون. اللحن ده بيتقال بالقبطي، واللحن ده بيتقال بعد لحن فايقطة في انف في باكر يوم خميس العهد. اللي بيقول اللحن ده خورس الشمامسة. الجزء ده من اعمال الرسل اصحاح 1، وده كلام بطرس للرسل وقت ما كانوا بيختاروا حد بدل يهوذا. باكر خميس العهد بيركز على خيانة يهوذا، وعلشان كده بنلاقي دورة يهوذا مزمور افيتشينون الابراكسيس الحزيني. مقدمة اللحن ده اللي هي بتبتدي من ابراكسيونتون لغاية شوبي نيمان امين من اطول واجمل الالحان في اسبوع الالام. كاننا بنفتكر فيها تعب وخدمة ابائنا الرسل اللي معظمهم استشهدوا، ويهوذا كان المفروض يبقى معاهم لو كان لما غلط تاب. وبعد كده في اللحن بنلاقي ان بطرس خد القيادة وبقى هو اللي بيكلم الرسل. بعد القيامة الرسل كانوا متعزيين لانهم كانوا مستنيين حلول الروح القدس ووعد ربنا ليه. وبعد كده اللحن يدخل على خيانة يهوذا ونبوات كتيرة، خصوصا في سفر المزامير عن خيانة يهوذا، زي النبوة اللي في مزمور 41. هنا اللحن بينقلنا نقلة عبقرية وبيكلمنا عن خيانة يهوذا. وبعد كده اللحن بيتغير لان يهوذا كان مدعو للخدمة الرسولية دي لكنه ما استمرش. وفي ختام الجزء ده بنلاحظ ان اللحن بيطول في كلمة الخدمة، كأنه بيقول ليهوذا شوف نصيبك في الخدمة دي كان هيبقى عامل ازاي. وبعد كده بنلاقي اللحن بيمشي بسرعة على انتحار يهوذا وهلاكه. بيقف في الجزء ده كأنه بيتحسر على التلميذ اللي خسرته الكنيسة. بعد كده اللحن يرجع ينشط تاني بعد ما يكون الخبر انتشر في اورشليم. وبعد كده في الجزء ده نبوة من المزامير اللحن بيعلى كأنه صراخ بيتكرر 3 مرات. وطبعا ده فيه تحذير واضح لكل واحد فينا انه مهما بدأت كويس خلي بالك على خلاصك، وخلي عندك ثقة في خلاص ربنا ورحمته علشان ما يكونش مصيرك زي يهوذا. طبعا خدمة ورتبة يهوذا كرسول اخدها حد تاني. لا، اللحن بيجري كأنه بيقول ان الخدمة هنا ما وقفتش بعد خيانة يهوذا، والدليل بكده ان الكنيسة اختارت متياز بدل يهوذا لان الكنيسة مستمرة بقوة الروح القدس. ودي النهاية المفرحة للحن ده. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في كنيسة الله المقدسة.